السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الدرملي، ودي حلقة جديدة من شغل جودة حكاية موقع. الحلقة العاشرة. هنتكلم النهاردة عن السلاب اون جريد أو بلاطات الأرضيات. أولا هي إيه السلاب اون جريد؟ السلاب اون جريد هو مصطلح عام يطلق على كل البلاطات اللي بتبقى مرتكزة على التربة بشكل مباشر، زي البلاطات مثلا اللي بتبقى في محطات البنزين، زي البلاطات اللي بتبقى في الهناجر الكبيرة، في المصانع، في المطارات. كل الأرضيات وكل المسطحات الكبيرة اللي احنا بنشوفها من البلاطات الخرسانية دي بتسمى السلاب اون جريد أو بلاطات الأرضيات. والسمة العامة لكل النوع ده من البلاطات هو ارتكازه على السويل أو ارتكازه على التربة بشكل مباشر. قبل ما ندخل في تفاصيل السلاب اون جريد، خلينا نتكلم هي ايه البنود التمهيديه اللي المفروض نبقى مخلصينها او نبقى محضرينها قبل ما نبتدي نتكلم عن السلاب اون جريد. طبعا الاشتراطات دي بتتوقف حوالين هي السلاب اون جريد دي في مبنى سكني، ولا دي في مصنع، ولا دي في محطه بنزين، فطبقا للبي او كيو او المقايسه اللي انت شغال عليها ومواصفه المشروع اللي انت شغال عليها، الاشتراطات دي مستوحاه من النقط دي. طبعا ممكن النقط دي تزيد حسب المشروع اللي انت فيه، بس ده تقريبا زي مينيمم ريكوايرمنت لازم تبقى موجوده معاك عشان تفكر انك انت تشتغل سلاب اون جريد. اول نقطه عندنا هي اعمال عزل الاساسات. طبعا بما ان احنا في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الحداده، واتكلمنا عن النجاره، واتكلمنا عن اللبشه واستلامها والاعمده واستلامها، فهنا المفروض قبل ما نشتغل السلاب اون جريد، ومجرد ما احنا صبينا اللبشه بتاعتنا او صبينا القواعد بتاعتنا وطلعنا بالعمدان بتاعه الدور الارضي، اول حاجه هنعملها ان احنا هنعزل الاساسات او هنعزل الجزء اللي هيبقى مردوم تحت السلاب اون جريد. العزل الاساسات عموما هو بيبقى في الاغلب لان ممكن توصيف في مشروعك يبقى مختلف، بس هو في الاغلب بيبقى عزل بيتوميني بانواعه، سواء كان الرابرايزد اللي هو بيتوصف دلوقتي حديثا في كل عزل الاساسات، سواء البيتومين العادي اللي احنا بنشتغل بيه لشركات كتيره جدا مصنعه بيه. طبعا العزل ده الابلكيشن بتاعه اعتقد ان هو معروف لاغلبنا. هو بيبقى عباره عن دهان سائل بتيجي في براميل حسب الداتا شيت للماده اللي انت اعتمدتها، بتدي وش او بتدي وشين او وش تمهيدي ووشين، ايا كان الماده اللي انت معتمدها. بس اول بند بالنسبه لنا هو اعتماد ماده العزل، بالاضافه للابلكيشن بتاعها ان احنا اشتغلنا العزل وسلمناه ونهينا عمل العزل. الحاجه الثانيه في الاعمال التمهيديه هي اعمال الردم، لان طبعا السلاب اون جريد دي مش بتبقى على وش اللبشه، دي بالعكس دي هي دي اللي بنظبط بيها المنسوب، او اعمال الردم دي بنظبط بيها المنسوب عشان نوصل للصفر المعماري او نوصل للزيرو اللي هو منسوب الارضيه اللي احنا هنبقى واقفين عليها. فطبعا دايما في الشائع ان الردم ده بيبقى بارتفاع متر، بيتقسم بكل بساطة او طبقا لتقرير التربة اللي انت شغال بيه. فطبعا هو المفروض بنردم طبقات 25 سنتي، وبنعمل على كل طبقة اختبار سندكون. بس هو في الاساس احنا بنرجع لتقرير التربة اللي بيبقى موصف نوع الرمل اللي احنا هنستخدمه في اعمال الردميات. اسفل السلاب اون جريد لو كان رمل نظيف فاحنا بنتكلم في غمره بس، لو كان رمل عادي. اهم حاجه في قصه الردم دي هي اختبار الصلاحيه بتاع الردم، ومن هناك بقى هنعرف اذا كان احنا هنشتغل الطبقات قد ايه، وهنعمل الاختبارات كل قد ايه. بقيه التفاصيل كلها هتبقى معانا. ثالث بند تمهيدي معانا هو اعتماد وتنفيذ مشمع البولي ايثيلين. ده اللي هو المشمع اللي في الاغلب بيبقى لونه اسود، اللي بيتحط فوق طبقه الردم. طبعا المشمع ده بيبقى ليه توصيفه دايما بيبقى عباره عن تخانته بالميكرون، 100 ميكرون، 200 ميكرون، 300 ميكرون، 400 ميكرون، ايا كان الرقم اللي متوصف. فاحنا بعد ما عزلنا ردمنا على طبقات، بعد كده بنحط المشمع ده حسب توصيف مشروعك. بنحط المشمع ده لغرض ان هو يحمي او يفصل ما بين التربة اللي هترتكز عليها البلاطة وما بين البلاطة نفسها، على اساس لو في اي حاجة في السويل ممكن تضر الخرسانة او حتى الحديد اللي جوه الخرسانة. فالمشمع ده بيشكل عازل ما بين الاتنين، وطبعا بيمنع امتصاص التربة للمية بتاعت الخرسانة. وليه يعني دي اكسترا جوب كتيرة جدا، بس هو مينلي بيبقى للقصة دي.
وطبعا بما ان احنا بنتكلم على السلاب جريد وهي بلاطه خرسانيه، فاحنا طبعا لازم يكون معانا الديزاين ميكس والترايل المعتمد بتاع الخرسانه. يبقى الفقره الرابعه هي اعتماد الخلطه الخرسانيه الخاصه بالسلاب جريد، ولو هي مسلحه فالحديد يبقى معتمد ومعمول له اختباراته. النقطه رقم 6 هي وجود شوب دروينج معتمد. طبعا بما ان احنا هنشتغل حاجه او بند جديد، فالشوب دروينج اساسي ان احنا يبقى معانا شوب دروينج معتمد، لان الشوب دروينج بتاع البلاطات غير طبعا تفصيلات الحديد اللي بتبقى موجوده فيه. فعندنا حاجه مهمه جدا بنحتاجها عشان نعرف نقسم البلاطه دي ونشتغل عليها، هي الفواصل وانواعها واماكنها. فعشان نبقى عارفين الفواصل وانواعها واماكنها والتسليح، فلازم يبقى معانا شوب دروينج معتمد هو اللي هنشتغل بيه. بالاضافه طبعا ان في كتير جدا من السلاب جريد بيبقى فيه دايما ركب اللي هو بيبقى بترتكز عليه المباني بتاعه الدور الارضي اللي هتطلع عليها، فبتيجي بيبقى دايما في الجزئيه بتاعه اللي هتطلع عليها المباني بيبقى فيه ركبه او كبره مقلوبه كده للاسفل، هي دي على اساس بتشيل احمال المباني. يعني لو البلاطه مثلا سمكتها 15 او 20 سم، الركبه دي مثلا بتبقى 40، تبقى 35 40 ايا كان حسب الديزاين وحسب الشوب دروينج اللي في ايدك. واخر بند في البنود التمهيديه اللي معانا هي مباني القصيه. بس دلوقتي مباني القصيه ما بقتش موجوده في كل المشاريع، لان دلوقتي تم استبدالها بان احنا بدل ما بنطلع من المباني من مسطح اللبشه او من السمل وتفضل مكمله معانا، ففي الحاله دي بنضطر ان احنا نعمل قواطيع المباني اللي هيتم عندها الردم، وبرده بتتعزل وبتاخد كل الاجراءات الطبيعيه بتاعتها اكنها شغل مباني. لازم يبقى عندنا طوب معتمد ومونه معتمده وكل التفاصيل والاكسسوارات وكل الكلام ده، وعزلنا المباني. بعد كده نبدا نردم ما بين او التقسيمات اللي احنا عملناها بالمباني، وبعد كده نشتغل السلاب جريد. انما حديثا او الاغلب واللي داير ان المباني القصيه مش بتبقى موجوده اصلا، خصوصا لو احنا في الاغلب بنتكلم مثلا على قلبشه او حاجه زي كده. فمباني بيبقى ما فيش مباني قصيه، بتبقى الردم على مسطح المبنى بالكامل، وبعد كده بنعمل الركب او بنعمل الكاميرا المألوف في السلاب جريد اللي هي هتشيل احمال المباني اللي هتطلع عليها. طب احنا كده انتهينا من اعمال عزل الاساسات، انتهينا من اعمال الردم، وحطينا مشمع البولي ايثيلين اللي احنا هنشتغل بيه. اشتغلنا مباني القصيه، لو احنا عندنا مباني قصيه معانا الخرسانه المعتمده بتاعتنا، معانا الحديد المعتمد اللي تم عمل اختباراته، يبقى احنا كده جاهزين ان احنا نبتدي شغل السلاب جريد. تمام، بس هنا في سؤال، هي السلاب جريد مسلحه ولا مش مسلحه؟ دي التفصيله دي احنا كمهندسين جوده وحتى مهندسين تنفيذ مش احنا اللي بنتدخل فيها، وان كان احنا ممكن نبقى عارفين ايه سبب ده، ايه سبب ان هي ممكن تبقى مسلحه في بعض الاوقات، وايه اوقات تبقى مش مسلحه، واوقات تبقى مسلحه برقه واحده، واوقات بتبقى مسلحه برقتين. ده موضوع ليه علاقه بالكالكوليشن، وليه علاقه هل ده ممشى ولا ده جراج وهتحرك عليه عربيات صغيره، ولا ده مخزن وهتخشوا معدات ولوادر كبيره واحمال. احنا كل اللي علينا ان احنا هنلتزم بالشوب دروينج المعتمده اللي معانا، سواء هو حط لنا ان هي خرسانه ما فيهاش تسليح، سواء ان هي فيها تسليح رقه واحده او فيها رقتين. طب هنا في سؤال تاني، طب هو لو التسليح رقه واحده ده بيبقى علوي ولا سفلي؟ خلينا كلنا عارفين ان السلاب جريد او الحديد اللي موجود جوه السلاب جريد غرضه الرئيسي مش ان هو شغال زي الحديد اللي بيبقى في البلاطات، لان هنا البلاطه دي هي اوريدي مرتكزه على السويل، فاحنا يعني جزء كبير من الاجهادات هينتقل انتقال مباشر من البلاطه للسويل. الحديد اللي في السلاب جريد غرضه الرئيسي بنسبة 99% هو اللي بيقاوم الشرينكس او الشروخ او الاجهادات اللي بتبقى على سطح الخرسانة. فبالتالي الحديد بتاع السلاب جريد بيبقى رقة علوية فقط، او بيبقى دايما موجود في التلت العلوي من البلاطة. يعني لو احنا عندنا البلاطة 20 سم، فهو موجود في الستة 7 سم اللي فوق، يا دوبك قيمة الكفر وبعد كده الحديد، يعني هو رقة علوية. الملحوظة المهمة جدا في حدادة السلاب جريد ان السلاب جريد دي هي بلاطة مرتكزة على السويل مفصولة عن المبنى بتاعها تماما.
يعني هي حديدها ولا بيخش في اعمده ولا بيخش في حديد اعمده ولا بيخش في حديد حوائط. هي عباره عن بلاطه معزوله تماما. دي نقطه مهمه جدا نبقى عارفينها، عشان احنا اساسا هنحافظ على وجود فاصل ما بين السلاب جريد وكل العناصر التانية اللي موجوده. يعني السلاب جريد لما السلاب جريد بتقابل عمود بيبقى في فاصل ما بينها وما بين العمود، لما بتقابل حيطه بيبقى في فاصل بينها وبين الحيطه. لو حتى عندنا مباني قصيه فهي ما بتقف عند وش المباني عشان المباني تكمل، فهي بتقف عند وش المباني وبيبقى في فاصل ما بينها وما بين المباني. يبقى كده عرفنا ان بلاطات الاسلام جريد هي منفصله تماما عن المنشأ اللي احنا شغالين عليه كستراكشر. نيجي بقى للنقطه الرئيسيه واللي الحلقه دي قايمه عليها في الاساس، الفواصل اللي بتبقى موجوده في الاسلام جريد، اللي هي عشان تقاوم الهبوط وتقاوم الشروخ وتقاوم التمدد وتقاوم الانكماش. فأهم تفصيلة بتبقى موجودة في اللوحة مع تفاصيل الحدادة هي الفواصل. طبعا هي زيها زي أي خرسانة، احنا عندنا 3 أنواع تقريبا من الفواصل اللي احنا بنشتغل عليها: فواصل الصب وفواصل التمدد وفواصل الانكماش. تمام. هنا بقى طبقا للكود المصري بيوضح أنواع الفواصل الخاصة بالسلاب جريد والكالكوليشن بتاعتها او طريقه حساباتها تبقى عامله ازاي. لكن هنا الملحوظه الصغيره ان الكود المصري بيتكلم عن السلاب جريد اللي ما فيهاش تسليح، وهو موجود كده هنت صغير او ملحوظه صغيره ان الارقام دي بتقل في حاله ان البلاطه مسلحه. واول نوع من الفواصل هنتكلم عليه هو فاصل الانكماش او الكونتراكشن جوينت. هنا بنقسم المسطحات الى شرائح طوليه لا يتجاوز عرضها 30 مره سمك البلاطه. يعني لو افترضنا ان البلاطه 20 يبقى 30 مره سمك البلاطه، يبقى احنا بنتكلم في 6 متر. بس الشرط اللي بعده بيقول بحد اقصى 5 متر، يبقى احنا كده عرض البلاطه ثابت عندنا حده الاقصى 5 متر، اللي هو عباره اساسا عن 30 مره سمك البلاطه، وطول لا يتجاوز ال 25 متر. يعني احنا دلوقتي باختصار لو عندنا بلاطه كبيره هنقسمها، يعني مبدئيا كده مثلا هنقول ان احنا هنقسمها، يبقى احنا كده البلاطه هنقسمها 25 في 5. فاصل الانكماش فيه تركية صغيرة، هو عبارة عن ميكس، عشان هو بيبقى فيه فاصل اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي اللي هو بيحد البلاطة ال 25 في 5. تمام. ده عبارة عن ميكس ما بين حاجتين، هو فاصل صب لان احنا هنوقف صب او هنحط نجارة ونوقف عند المنطقة دي. في الجزئية التانية بقى ان احنا في اتجاه ال 25 متر بنقسم البلاطة تاني باستخدام السوكات او منشار الخرسانة. يبقى في الاتجاه الطولي هنقسم البلاطة تاني، يعني في الاتجاه ال 25 متر بتبقى بنقسم البلاطة باستخدام السوكات كل مرة وربع عرض البلاطة. فكل مرة وربع عرض البلاطة بنقسم البلاطة تاني. ده بيبقى قص بمنشار خرسانة عمق او الدبث اللي احنا بننزل له هو تلت عمق البلاطه. يعني لو افترضنا ان البلاطه 30 سنتي فالدبث هيبقى 10 سنتي جوه الخرسانه في عرض 2 سنتي. تمام. يبقى احنا في الاول قسمنا البلاطه الكبيره اللي عندنا ايا كان مسطحها قد ايه لبلاطات صغيره شطرنج 25 في 5، فاصل من كل ناحية بنحافظ على قيمته 2 سنتي. بعد كده قسمنا ال 25 متر باستخدام السوكت كل مرة وربع العرض، يعني مرة وربع في ال 5 متر مثلا على حسبتنا اللي احنا عملناها باستخدام السوكت. فتحنا الفواصل دي المفروض ان هي بتتملى بمادة، احنا في الاغلب بنستخدم السيلنت او حسب هنا الكود بيوصفها ان هي مواد مطاطية. بنملى بيها الفراغات دي طبعا بعد تنظيفها ونشيل اي تراب موجود جواها، وحققنا الاعماق المطلوبه. كل الفراغات دي او كل الفواصل دي بتتملى بمواد مطاطيه، طبعا اشهرهم هو السيلنت. وفي ملحوظه مهمه جدا جدا، وهي ان الفواصل اللي احنا هنعملها بالمنشار او بمنشار الخرسانه او السوكت بتتعمل بحد اقصى خلال 3 ايام من تاريخ صب البلاطه. يعني احنا خلاص احنا الفاصل الاولاني اللي احنا عملناه في ال 25 في 5، طب احنا المفروض هنقسم ال 25 متر دي لسه هنقسمها بالسوكت، المفروض نفتح الكلام ده قبل مرور 3 ايام من تاريخ الصب. طبعا كل الكالكوليشن اللي فاتت دي هنا الكود المصري بيتكلم على البلاطه الغير مسلحه، وبيشير ان احنا يجوز ان المسافات دي تبقى اكبر من كده، يعني ال 25 متر دي تبقى اكبر وال5 متر دي تبقى اكبر في حالة ان البلاطة مسلحة بتسليح علوي.
وده طبعا بيخضع للكالكوليشن، والديزاينر اللي شغال على الموضوع ده هو اللي هيدينا المقاسات او الابعاد الجديده اللي احنا هنشتغل عليها، والكلام ده هيبقى مثبت في الشوب دروينج اللي احنا بنشتغل بيها. النوع التاني من الفواصل عندنا هو فاصل التمدد. فاصل التمدد بيتعمل كل 40 إلى 45 متر في المناطق اللي درجة حرارتها معتدلة، ومن 30 إلى 35 متر في المناطق الحارة. والفاصل ده تحديدا دايما الأسئلة عليه كتير، لأن هو يعني بيبقى دايما عليه علامة استفهام أو مش معروف طريقة تنفيذه، لأن هو مش بيتنفذ كتير. الفاصل ده بكل بساطة وبكل اختصار هو عبارة عن، احنا زي ما احنا اتكلمنا ان احنا قسمنا البلاطه الكبيره للمشروع بتاعنا، قسمناها لشطرنج عباره عن جزء بيتصب وجزء لسه ما اتصبش، وزي ما هو كده ظاهر في الصوره. المفروض ان احنا في البدايه بنحط في الجنب، اللي هي في الجنب اللي بيبقى رابط البلاطه مع بلاطه، بنحط في ناحيه منهم سيخ حديد، وبنحط لما بنيجي نشتغل البلاطه التانية بنحط سليف او بنحط ماسوره، وبتبقى متطببه من الناحيه التانية، ودي الماسوره بتتحط جوه السيخ، وعاده بيتملى جوه الماسوره دي بشحم. تمام. وبعد ما بنخلص الاكسرسايز ده ونشتغل الحداده، بنروح صابين البلاطه التانية. فاحنا وطبعا بنحافظ على قيمه ال2 سم اللي هي الفاصل ما بين البلاطه والبلاطه. ال2 سم دول المفروض هو بيتحط فيهم لوح فوم قابل للانضغاط، وبعد كده طبعا بنفس الطريقه الفاصل ده بيتشطب بسيلنت. ففكره السيخ والسليف او الماسوره هي عباره عن ان احنا عملنا كنترول، او من خلالهم بنقدر نعمل كنترول ان يحصل حركه، ولكن ضمن النطاق بتاع او ضمن القطر بتاع الماسوره والسيخ، ان يحصل الكنترول خلالهم بالقيمه دي، اكن احنا بنتحكم في قيمه التمدد او الانكماش او الحركه اللي هتحصل في البلاطه، بنتحكم فيها من خلال السليف والماسوره. طب هتسالني قطر السيخ كام، او هتسالني السليف قطره قد ايه، او حتى نوع الفوم، كل الكلام ده، او حتى نوع السيلند، كل الكلام ده بيبقى موضح في الشوب دروينج اللي معاك. الشوب دروينج هيقول لك الفاصل تخانته قد ايه، وان كان مثلا الكود هنا بيشيل 2 سم، ممكن عندك في اللوحه يبقى شيء مختلف، بس هو الستاندر بتاعه 2 سم. نوع السيلنت اللي انت هتشتغل بيه، قطر السيخ، وهل السيخ مشرشر ولا سيخ املس، قطر الماسوره اللي قدامه، المسافه اللي داخلها السيخ في الخرسانه القديمه قد ايه، والمسافه اللي داخلها السيخ في الخرسانه الجديده، وطول السليف قد ايه. كل التفاصيل دي المفروض تبقى موجوده معاك في الشوب دروينج. احنا بس كل اللي بنعمله ان احنا بننفذ ما هو موجود في الشوب دروينج. النوع الثالث والاخير من الفواصل هو الفاصل الانشائي. الفاصل الانشائي ده اللي احنا يعني ادينا عنه تلميح في بدايه الكلام واحنا بنتكلم. هو حاجه بسيطه جدا، هو عباره عن ان احنا بنخلي بلاطتنا اللي هي السلابون جريد بتاعتنا غير متصله انشائيا بالمبنى، ان احنا بنفصل ما بين السلابون جريد والعمود، السلابون جريد والحيطه، السلابون جريد واي حاجه هتقابله بنفصل ما بينهم. عباره عن ان احنا بنحط لوح فوم ابيض بقيمه 2 سم. برضو هنرجع للوح اللي معانا نتاكد هل هو متوصف فوم ابيض ولا متوصف حاجه تانية، هل هو 2 سم ولا اكتر من 2 سم، لان الموضوع ده ليه معاملات حراريه وليه قصه. يعني ال 2 سم اللي احنا بنتكلم فيهم دول ممكن يتغيروا من مكان للتاني. هل البلاطه دي اكسبوزد ومعرضه للشمس، هل هي جوه مبنى داخلي فهي غير معرضه للشمس، هل المكان اللي هي موجوده فيه كنترولد في درجه الحراره بتاعته، فيه تكييفات بتحافظ على درجه حراره معينه. فالارقام دي هتلاقيها متغيره معاك من مشروع للتاني ومن حاله للتانيه حسب كميه المتغيرات اللي بتاثر على البلاطه، درجه حراره نهار وليل وكل الكلام ده، هل هي مكشوفه للشمس، هل هي غير مكشوفه للشمس. كل ده بيأثر على كل ده بيأثر على قيمه الفاصل قد ايه، وعددها قد ايه، او المسافه ما بين الفاصل والفاصل قد ايه. تمام، احنا كده يعني شبه خلصنا كلام عن السلابون جريد، والموضوع اعتقد ان هو ان شاء الله يبقى سهل ومش معقد. ولكن احنا ان شاء الله هنعمل حلقة مخصوص هنتكلم فيه على حاجة هي الاحدث او هي الغير متداولة، وهي استبدال حديد التسليح بتاع السلابون جريد اللي احنا اتكلمنا ان هو غرضه الاساسي ان هو بيشتغل على مقاومة الشروخ اللي هتحصل في السلابون جريد، استبداله ببدايل الحديد زي الستيل فايبر، زي البوليمر فايبر او المايكرو فايبر. ده ان شاء الله هنعمله في حلقة مخصوص هنبقى نتكلم فيها عن النقطة دي. بشكركم جزيل الشكر ان كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا في الحلقة.
ان شاء الله هنحاول الحلقه الجايه تبقى في اسرع وقت باذن الله نقدر نقدمها. ما تنسوش شير للفيديو ولايك وسبسكرايب على قناه اليوتيوب وفولو على اكونت الفيسبوك ولينكدين. شكرا جزيلا ليكم ونتقابل دايما على خير ان شاء الله. انا محمد الدرملي وده برنامج شغل جوده.